أنا بناشد شيخ الأزهر، فضيلة الشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، بقول له إني أنا كمواطن مصري، وأنت قلت كلام كتير في الإذاعة قبل كده إن المسيحيين في حمايتنا. إزاي في حمايتك يا سيد وإحنا حاليا اللي بيحصل فينا ده كله؟ بناشدك تاني، وبناشد جميع الهيئات الخارجية والداخلية بالتدخل الفوري. أنا خسرت دلوقتي كل حاجة، شرفي اتهان، بقيت في الشغل مهدد بان يفصلوني من العمل انا والمدام. آه، دخلي اللي كان بيساعد معايا خسرته، انا خسرت كل حاجة كده، ما وريش ولا حاجة تاني. بناشد جميع وزراء الدولة بالتدخل الفوري. بدخل حبيبي من اول الشيخ الازهر اللي بيقول مسيحيين ومسلمين يد واحدة، عايز اشوف اليد الواحدة دي فين؟ مين اللي بيعمل فينا ده كله؟ يا ريت الجماعة السلفيين أناشد يا باشا، المنظمات والهيئات العامة لحقوق الإنسان. خلاص انا عارفك تعبان ومش هكمل عليك. انا عارفك انت كان عايز تقول ان انت بتناشد جميع المنظمات والهيئات لحقوق الانسان انها تتدخل يا لحمايتك. ريت ان شاء الله احنا المسؤولين في الدولة هيسمعوا ندائك وهيتدخلوا باسرع ما يمكن. يا ريت، على معلش مش قادر أتكلم. طيب ماشي.